الطلقه الاولى بتاعتك، الطلقه الاخيره مش بتاعت حد. الطلقه الاولى طبقا للمعطيات على بتاعتك، الارض اللي بتتغير لكن كل يوم. الطلقه الاخيره مش بتاعت حد. طيب اجي للحسابات. انا النهارده اي دوله عاوزه تخش حرب، عاوزه تخش حرب، عاوزه تخش حرب، مش تفرض عليها حرب زي اللي حصل. اللي حصل ده حرب ومفروضه على ايران، رضينا ام ابينا، كخطوه لاستكمال المنظومه في المنطقه. لكن النهارده دوله عاوزه تخش حرب في اربع حاجات: قدرات تامين مجال جوي وبحري، من رادارات وعناصر دفاع جوي وعناصر دفاع ساحلي وقوات بريه وقوات بحريه وقوات جويه، ورادارات وتشويش وتصوير ومتابعه. قدرات تامين استخباراتيه، يبقى قدرات تامين مجال جوي وبحري. ثم ماليش دعوه بالقوات البريه، القوات البريه قانون اي دوله حتى لو ربع دوله لازم يبقى فيها قوات بريه حتى لو ميليشيات. قدرات استخباراتيه، قدرات تامين استخباراتيه، معلومات، تكنولوجي، حرب الكترونيه، سبراني، وقائي، فضائي. الجزء الثالث قدرات تامين تصنيعيه. النهارده امريكا عملت النهارده او امبارح مش فاكر مؤتمر في البيت الابيض عشان شركات التسليح تبتدي تصنع للامداد والاستعواض. معنى كده ان في تم استهلاك جزء من طبعا المخزون طبعا محترم يعني. امر طبيعي، امر طبيعي. وبالتالي القدرات التصنيع، قدرات التامين التصنيعي، يعني انا لازم يكون عندي تصنيع ذخائر، تصنيع قطع غيار، قدره على عمل امراض، قدره على التصنيع. ودي موجوده في بعض الدول. المنظومه دي موجوده في امريكا بما يسمح لها ان هي تعوض استهلاكها. بس بفلوس، بثمن. مين هيدفع الثمن؟ هل الشعب الامريكي؟ مش هو. الجزئيه الاخيره قدرات دعم الشعب. يبقى انا عندي اربع قدرات عشان اخش حرب: قدرات تامين مجال جوي وبحري، وطبعا احنا عارفين ان المجال الجوي في سياده، المجال الجوي لايران في سياده جويه للقوات الجويه الامريكيه والاسرائيليه، داخلين خارجين ما حدش بيتكلم مع حد. بحري، اديكم شايفين التجميع الاستراتيجي اللي موجود في منطقه البحر الاحمر.